المطرية يعني رمضان في مصر فعلا حاجة تانية. النهاردة هنحضر مع بعض أكبر فطار جماعي في مصر، في مصر إيه ده، في العالم كله. يعني أحلى لمة وأجمل وأحلى أجواء في رمضان كلها. يعني باختصار إحنا في المطرية. رمضان في المطرية حاجة تانية. صباح الفل يا اخواتي. النهارده جايب لكم تجربه فطار المطريه بتتعمل كل 15 رمضان. طبعا المطريه يعني تقريبا هي المنطقه الوحيده، او مش تقريبا، ده اكيد هي الوحيده في العالم مش في مصر بس اللي بتعمل الموضوع ده النهارده في اكتر من 20 شارع. يعني تعالوا نقضي يوم حلو ونشوف الاجواء مع بعض وقولوا لي رايكم فيها. النهاردة السنة اللي 11 على التوالي في المطرية وفطار المطرية. النهاردة ده أكبر تجمع في العالم، بس لازم قبل ما نبدأ تعالوا أقول لكم الحكاية من الأول وبدأت إزاي في المطرية. أول يوم كانت ترابيزة، تعالى افطر يا محمد، تعالى افطر يا مصطفى، تعالى افطر يا إيهاب. فطروا مع بعض ترابيزة. السنة الجاية الترابيزتين كبروا، السنة اللي بعدها بقت 5 ترابيزات، السنة طب علق إضاءة. الله، هي كانت عزومه واحد لواحد في الاول؟ لا، كانت اللي هو 4 5 اللي هو اخوات جايين من بره، ما تيجي نفطر مع بعض. البيت مثلا صغير فوق، طب ما تيجي نقعد قدام البيت. ترابيزه كترت، السنه الجايه 2 3. الله، طب ما تعلق زينه، طب ما ترسم على الحيطه، طب ما نعمل جروب، طب ما ننظم الشوارع، طب ما نزود الاكل. لغايه دلوقتي الحمد لله وبعون ربنا مجهودات ذاتيه وباهل المنطقه وناسها. لو دخلت جوه هتلاقي على كل بيت اخ مسيحي لينا، مفيش حاجه اسمها مسلم، في وحده وطنيه. هو اللي بيعلق الزينه وهو اللي بينزل ينظم معانا الكراسي والترابيزات. اليوم ده بيبقى واقف من بدري يوم الفطار الصبح عشان الناس اللي صايمه بيساعدنا في كل ده. في مسيحيين في مسلم، مفيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم هنا. بصوا، انا مهما وصفت مش هقدر اوصف الاجواء والاحساس الحلو اللي احنا عايشينه. اللي ما جاش فايته كتير قوي والله يا جماعه. الموضوع دوت احنا بقالنا يعني في بالظبط دي السنه ال11، وزي ما انت شايف كده السنه ال11 ديت ده حاجه فرح فرح فرح، يوم ما ولا العيد. فالحمد لله رب العالمين، ربنا بس يسترها معانا النهارده ويكملها لنا بخير، الناس تبقى ماشيه كلها فرحانه ومبسوطه، دي اهم حاجه عندنا. زي ما انت شايف كده 15 رمضان كل سنه من سنين رمضان هتلاقيها بنفس المنظر ده وبالاحسن واحسن واحسن. فانت شايف فرحه الناس، واهم حاجه عندنا ان الناس دي تمشي كلها مبسوطه وفرحانه، دي رضا ربنا علينا فالحمد لله. بنعملها ازاي دي بقى؟ ربنا اللي بيقدرنا عليها. احنا النهارده 15 رمضان هيخلص، بنبتدي للسنه الجايه من بكره اللي هو 16 رمضان عشان نقدر نبسط الناس ديت، وعلشان نقدر الناس دي تمشي مبسوطه وفرحانه من عندنا. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بحاجات كتير قوي، والناس دي ربنا هيمشيها مبسوطه والحمد لله. يعني طبعا احنا مبسوطين جدا جدا. العزومه غيرت فينا حاجات كتير، العزومه خلتنا شفنا بعض، بقالنا كتير ما شفناش بعض، اتجمعنا كلنا، اولادنا عرفوا بعضهم، صحابنا شفناهم اللي ما بنشوفهمش، شفنا ابهاتنا. المطريه كلها فرحانه، عزبه حماده بالاخص ما شاء الله. العزومه 20 شارع، الناس كلها مبسوطه والناس كلها فرحانه، وده اللي ان شاء الله اللي يهمنا، ان الناس تيجي مبسوطه، وده الهدف بتاعنا، الناس تخش مبسوطه وتطلع من العزومه ان شاء الله مبسوطه ومبسوطين باذن الله. ان شاء الله مكملين كل سنه باذن الله مع اداره العزومه الكبيره، كل التعليمات والتوجيهات بتجيلنا منهم، ان شاء الله مكملين باذن الله، ما فيش اي مانع ان شاء الله، وان شاء الله نكتر في شوارع. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا.